دي يا جماعة الفيديو خرب، شكلها عامل زي الفل كده وطعمها مش حلو خالص. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن فاكهة القشطة. طبعا هي منتشرة جدا اليومين دول لان ده الموسم بتاعها، بس طبعا فاكهة القشطة مش فاكهة جديدة علينا. الفاكهة ديت ظاهرة من ايام محمد علي باشا، هو اللي دخلها مصر. كانت الاول بتتزرع في القصور الملكية، بعد كده بدأت تدريجي ان هي تنتقل لكل الشعب او كل المجتمع. طبعا اصلها كان امريكا الجنوبية، بعد كده انتقلت للهند، بعد كده انتقلت لمصر زي ما قلنا على ايد محمد علي باشا. طبعا فاكهة القشطة ليها فوائد كتيرة جدا. طبعا بتقوي جهاز المناعة، غنية بفيتامين ج، فيها نسبة عالية جدا من الألياف، بتساعد على الهضم، وبتساعد في أمراض القولون، على صحة القلب، فيها مغنيسيوم وفيها بوتاسيوم، بتحارب أو مضادة للسرطان. هي مفيدة جدا لصحة العين، وبتدعم صحة الدماغ، فيها فيتامين ب6 وده ضروري لنمو الدماغ، مضادة للبكتيريا ومفيدة طبعا لصحة العظام، وكمان بتحسن المزاج، وفيها حمض فوليك، هي مفيدة للحوامل عشان نمو الجنين. في طبعا انواع كتيرة للقشطة، في قشطة بلدي، وفي قشطة هندي، وفي قشطة عبد الرازق، وفي قشطة اسمها الشريفة. قشطة عبد الرازق هي اجود انواع القشطة واكتر شهرة، وطعمها حلو جدا، اللحم بتاعها كتير. احنا دلوقتي معانا قشطة عبد الرازق، نفتحهم مع بعض ونشوف. دي القشطة عبد الرازق، نفتحها بسم الله، او نجيب القشطة تكون طرية شوية، ما نجيبهاش جامدة عشان بتبقى عاملة زي الفل من جوه. دي كده زي ما احنا شايفين. قشطة عبد الرازق دي كده زي ما احنا شايفين. دي يا جماعة الفيديو خرب، لان دي طبعا شكلها مستويتش كويس او بايظة من جوه. دي كده مش مستوية، هي مستوية من بعض المناطق والمناطق التانية لأ. يعني لما من هنا كده مثلا مستوية من هنا، بس من هنا مش مستوية اهي كده، هي مش مستوية من هنا، كانت عايزة تكمل السوا بتاعها. تمام، نيجي نفتح نشوف بسم الله. ده شكل القشطة. النوعين هما قشطة عبد الرازق، دي عبد الرازق بس مستوية، اللحم فيها كتير والبذر قليل، ودي برضو عبد الرازق اللحم فيها كتير والبذر قليل، بس دي مش مستوية زي ما انتوا شايفين، ودي المستوية. دي الفرق بين المستوية والمش مستوية. شكلها عامل زي الفل كده وطعمها مش حلو خالص، انما المستوية بيكون طعمها حلو جدا. شكرا، لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، ولو حابين تكونوا معانا وتشوفوا كل جديد اعملوا سبسكرايب. سلام.